طبعا طلعت يموت يعقد يجنن. راح اعطيكم شيء مختصر، يعني ما راح اعقد لكم الموضوع علشان يصير سهل حق الكل. طبعا اول شيء ايش راح نسوي؟ نحط برايمر على جفن العين هني. راح استخدم بس لونين، واحد مكتوب عليه ريد اتوقع هذا، والبني هذا، هذول راح استخدمهم بالشادو بس. اخذت اللون اللي مكتوب عليه ريد وحطيته على الجفن المتحرك، بس على الجفن المتحرك هذا اللي مكتوب. اوكي خلصنا حطيناه على الجفن المتحرك بهالطريقة. نجيب فرشة الدمج وندمج بس بالطرف كذي، شي تدمجونه بهالطريقة. تقدرين تدمجين لا تدشين بهالمنطقة عشان ما تخففينه، بس بهالطريقة كذي. اوكي كذي طلع شوية برا. الحين راح ناخذ اللون البني ونحطه بس بهالمنطقة. الحين ناخذ اللون البني بفرشة صغيرة ونحطه بس بهالمنطقة النهاية، نزيده شوي. اوكي نجيب فرشة دمج اصغر وندمج شوي شوي، بس لا تدخلينه وايد داخل، بس بهالمنطقة بس عشان ما يصير فيه خط. نريد ناخذ فرشة الدمج ونرتب المنطقة اللي فوق الكبيرة. طبعا انا احب المنطقة يكون فيها شادو شوي نازلة. طبعا راح ننظف المنطقة اللي تحت العين لان طاح فيها شادو، راح ننظفها بعدين نبلش نحط فاونديشن. راح اركب رموش الحين، بس بنات الرموش اهم شيء ان تشوفينها قياس عينك او لا، اذا شوي كبيرة لازم تقصينها عشان ما تخرب شكل العيون. حطيت سمك راح نطر عليه شوي. الحين راح اجيب قلم صاير ابيض على البيج واحط بس من المنطقة من النص لبرا عشان اوسع العين زيادة ومن قدام. سوري بنات طفى جهازي. راح احط القلم سوري هو وردي على ابيض، راح احطه من نهاية العين بس من النص لنهاية العين واطلع برا شوي عشان اوسع العين. القلم هالصوب صاير لونه على الوردي بس مات، وهني في لمعة راح احطها قدام العين عند مدمع العين شوي. قبل لا احط فاونديشن راح احط سبراي، هذا يونج بلوند حاطته بوتيكي، راح اقول لكم رقمه. بنات حطيت فاونديشن وايد خفيف علشان بحط كونسيلر وكونتور وايد عشان ما يصير طبقات، نخفف الفاونديشن. هستخدم هالكونسيلر طبعا مخلصته، هذا ثاني باليت بعد وايد احبه لانه خفيف وبسرعة يندمج. طبعا اسوي الحركة حتى عريض الفك، هذه اللي وجهها ضعيف تسويها، واللي وجهها شوي يعني متروس تسوي العكس، تحط الكونتور الغامج هني. الحين اخذت الكونتور الغامج حطيته سيده وهني بعد هني هني. طبعا اللي تحب ترفع شفايفها تسوي هالحركة. احط شوي هني نزل العين من قدام، وين بعد هني صوب الخشم نزله. بنات الكونتور الحلو فيه انه حتى لو طولتي ما دمجتي ما يصير صعب انه يندمج، لا بسرعة يندمج وايد خفيف. اوكي راح اجيب فرشة وادمج اللون الفاتح، شايفين شلون قاعد يندمج بسرعة. الحين راح اجيب فلاشر كريمي واحطه في المنطقة اللي شوي فوق. الحين ادمج الكونتور الكريمي بهالطريقة كذي، لا تنزلين ولا تصعدين كذي بس. اذا حسيتي وايد طبعا اذا حسيتي الكونتور وايد يبقى الفرشة اللي دمجتي فيها الفاتح وتاخذيها شوي هني. كمل الحين. بعد ما دمجنا وخلصنا نجيب كومباكت بودر ناخذ كذي، بعدين نشيل البقايا ونبلش من تحت عشان ما يتكتل الوي، نحط على الرقبة بعدين نصعد فوق عشان يكون خفيف. كذي احنا ثبتنا الكونتور الكريمي والكونسيلر وكل شيء.
عشان ننور المنطقة اللي تحت العين ويثبت الكونسيلر أكثر، راح ناخذ كذي اسفنجة كومباكت بودر ونحطها بهالطريقة. ما راح أشيله لين أحط الشادو. إذا عندكم هالمنطقة وايد تدهن وبسرعة حطي عليها كومباكت بودر، بس لا تحطين على وجهك كله علشان ما يصير ثقيل. حط كومباكت بودر على المنطقة هذه، نفس اللي حطيته تحت العين حطيته في هالمنطقة عشان ما تدهن معي. بنات هذا الباليت مال كونتور تحصلون فيه كل الدرجات اللي فوق الفاتحة، تقدرين تحطينها تحت عينك هالمنطقة على حسب بشرتك. راح اخذ البودر كونتور واحطه هني. طبعا وايد بنات يسألون ليش حطيتي دام تحطين بودر ليش تحطين كريمي؟ البودر يصير اثبت ويبين اكثر، فعادي تقدرين تحطين كريمي من غير بودر، ونفس الشيء تقدرين تحطين كونتور كريمي من غير بودر وبودر من غير كريمي عادي، بس حق اللي تحب انه يكون ثابت وايد حق التصوير احلى. راح احط بلاشر بيبي بينك يعني وايد وردي فاتح شذي. راح انظف حواجبي بنفس القلم اللي حطيته قدام، لا مو اللي قدام اللي داخل، اللي قدام فيه لمعة شوي. راح انظف بعدين ارسمهم. راح ارسم حواجبي بجل لان انا ما عندي اقص الحاجب النهاية. طبعا الجل الوحيد اللي يخليه ثابت. طبعا تمشين نفس طريقة الشعر لي تحت، نكمل لي تحت. تاتو قديم وايد اداني. الحين نفس الجل اللي حطيته على حواجبي راح امشي فيه تحت واسكره. نفس الشيء اخذ اللون اللي حطيته هني واحطه تحت بهالطريقة لقدام، ننزل تحت شوي. لا تحاتون هذا كله راح يختفي. طبعا راح ادمج اللون بهالطريقة، بعدين اي لون البودرة الصفراء واخفف من قدام. الحين راح اجيب مسكرة احط حق الرموش اللي تحت، احط اللي فوق الزقهم والرموش الحين راح اجيب مسكرة فاتحة حطيت قلم اسود عند مدمع العين وان شاء الله تفطر وراح ارد لكم. نظف بس المنطقة. راح اجيب نفس القلم اللي حطيته عند مدمع العين واحطه بشكل شي مربع عند الخشم، يرفع الخشم شوي. اوكي واحطه هني عشان يبرز المنطقة على الشفايف كلها. احط اضاءة راح احطها عند المنطقة اللي حطيت فيه مربع بالقلم بحطه هني. طبعا عندي حبة اوخر عنها عشان ما تبرز. وبس بنات شي خلصنا اللوك وايد سهل، ينفع حق كل انواع العيون المبطنة الصغيرة اللي ما عندها مساحة. اعتمدنا على لون واحد وبس. راح احط لكم كل الادوات اللي استخدمتها، وان شاء الله اذا شفت تفاعل راح اسوي لكم بعد لوك.